بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض البسكوت الشاي الاقتصادي. مش هيختلف عليه اتنين. حاجة كده ما شاء الله، القرمشة سوبر قرمشة. يلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا 450 جرام دقيق، وعندنا 125 جرام سكر، وعندنا 200 جرام سمنة، وعندنا 3 معالق نشا، وعندنا معلقة تانك بتاعة برتقان، وعندنا المواد الجافة دي كلها هنحطها مع بعض، وعندنا نص كوباية زيت ونص كوباية لبن وبيضة وباكو فانيليا. دي كل المكونات بتاعة البسكوت الاقتصادي، بس بسكوت من الآخر، طعم وحلاوة وصادي، والولاد هيفرحوا بيه في العيد. فياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم. عندنا طبق كبير كده، هنجيب السمنة ونحطها في السمنة بحرارة عادية، ما تكونش جامدة ولا تكون سايلة. هنحط عليها السكر البودر، كوباية السكر البودر اللي هي 125 جرام، وهنبتدي نقلبهم كده، ونجيب المضرب اليدوي ونخفقهم مع بعض لحد ما يدينا قوام كريمي. وبعد ما يدينا القوام الكريمي هنجيب البيضة ونكسرها. البيضة برضو بحرارة الغرفة، ما تكونش طالعة من التلاجة عشان ما تبوظش البسكويت معانا. وبنحط له معلقة بيكنج باودر صغيرة، ما بنحطش كبيرة، بس كله ده بنحطه في الدقيق، ومع ذرة الملح. ونبتدي كده جبنا البيضة وكسرناها، هنحط باكو الفانيليا ونضرب لحد ما يبقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. كده القوام والسمنة اللون اتغير معانا اهو، وبقى قوام كريمي. هنجيب الدقيق بقى ونحطه دلوقتي. هنحط قبل الدقيق بنحط نص كوباية الزيت، اللي هي حوالي 4 معالق أو 5 معالق زيت. ده بيدينا القرمشة المظبوطة. فاحنا زي ما شايفين احنا بنكمل كده لآخر الطريقة. وبعد بنجيب الدقيق وما نحطوش مرة واحدة، بنبتدي واحدة واحدة نحط الدقيق لحد ما يخلص معانا الدقيق ويدينا القوام المطلوب. هو هياخد الدقيق ان شاء الله، لان المكونات السائلة على قد المكونات الجافة اللي هي 450 جرام دقيق، بما يعادل 4 كوبايات دقيق. نبتدي نقلبهم كده ونقلب بإيدنا. بعد كده هنبتدي نقلب بالإيد، وكده اهو هنبتدي نقلب بالإيد
كده خلاص هنقلب بالايد ونحط اخر كمية الدقيق معانا. لملمس الايد في العجين بيكون افضل من الملمس بتاع يعني كده بنعرف اذا كان محتاج ولا لا. وبعد كده بنجيب نص كوباية اللبن اللي حوالي 5 معالق لبن عادي، لبن حليب، وبنحطهم فيه، او ممكن تحطي مية، الطريقة اللي تريحك تحطي بيها. اهو هنحط اللبن ونبتدي نكمل. طبعا انتوا عارفين احنا بنعجنش، احنا بنلم العجين معانا لحد ما يتكون معانا عجينة طرية كده، ونبتدي في عملية التشكيل بتاعتنا. الريحة بتاعته تجنن، خاصة تانك البرتقال اللي انتوا شفتوه ده مخلي الريحة تجنن معانا. والسمنة انت ممكن تعتمدي يعني 200 جرام السمنة ممكن تعتمديهم نصهم زيت ونصهم سمنة، وبلاش الزيت اللي في الآخر. أو ممكن تعمليها بالزبدة، وممكن تعمليها بالسمنة البلدي. دي حاجات كلها ايه تعمليها براحتك. اهي دلوقتي بقت معانا عجينة متساوية، هنبتدي ايه نختبرها دلوقتي. لو شققت معانا هنحتاج نقلب شوية في العجين، لو ما شققتش يبقى هنشتغل على طول. كده ما شققتش معانا هنبتدي نعمل الكور بتاعتنا، ونبتدي نشكل بالقالب بتاعنا بالمكنة التشكيل. وممكن تشكليها، تفرديها، تحطيها بين كيسين وتفرديها وتقطعيها مربعات. حتى لو ما عندكيش الآلة دي ممكن تعمليها عادي، ما توقفيش على حاجة معينة. يعني أي حاجة ممكن تشكلي بيها، غطا، علبة مربى، تقطعيها سمبوكسات أو أي حاجة، أي إشكال تعمليها وتخرميها من فوق بالشوكة، هتديكي طعم خرافة وشكل جميل. أنا طبعا عندي البصامة دي هشتغل بيها، إنما أنت ما توقفيش على حاجة معينة. لو عندك البصامة دي بتدي أشكال حلوة وجميلة. ولو في واحدة ما عجبتكش وانت بتبصمي ممكن تشيليها تعمليها مرة تانية. يعني لازم تكون الحاجة كلها ايه حلوة معاكي ومظبوطة. اه زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي واكمل وارجع لكم تاني. وكده كملت الصاج، هدخله على درجة حرارة 170 درجة. هياخد معايا بتاع 25 دقيقة، وهو طلع معانا. شايفين اللون من تحت زي من فوق، وهش وجميل. هناخده بعد كده دلوقتي بمجرد ما يبرد نحطه في طبق ونرصه ونشوفه بقى. اهو طلع، ما شايفين الشكل بتاعه جميل وخطير، والنكشة زي ما هي ما راحتش. وشايفين ناعم يعني مجرد ما مسكته بقى زي الدقيق معايا، ناعم قوي 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 قوي. وفي القرمشة بتاعت الزيت، النقطة معلقتين الزيت اللي حطيناهم اللي هي النص كوباية الصغيرة، فكانت تمام. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.